اوعى تغلط الغلطة دي وانت بتتكلم باللغة الإنجليزية عشان هيبقى شكلك مش حلو. عشان تبان جامد وتبان كويس جدا في اللغة الإنجليزية لازم تسمع الفيديو ده. خلي بالك كده معايا. لو انت عندك تعبير فات كات طبعا هتترجمه قطة سمينة قطة تخينة. لا، التعبير ده كده غلط لأن انت كده بتترجم ترجمة حرفية. طب ايه الصح يا مستر؟ تعال هقولك. كلمة فات كات معناها رجل ثري، رجل مليء بالأموال، رجل ذو نفوذ، يعني راجل غني جدا. بطل تقول بقى ريتش، لا قول عليها فات كات. عندك كمان كلمة بلاك شيب مش معناها الخروف الأسود أو الخروف الأسمر. لا طبعا الترجمة دي ترجمة خطأ. طب إيه الترجمة الصح يا مستر؟ هقولك إن كلمة بلاك شيب معناها اللي هو الإنسان المنبوذ أو الإنسان البعيد عن المجموعة أو اللي المجموعة رافضاه. طيب عندك كمان كلمة بيزي بي، ما تقولش عليها النحلة المشغولة. لا طبعا برضو الترجمة دي ترجمة حرفية فترجمة خطأ. طب إيه يا مستر الصح؟ تعال أقولك إن كلمة بيزي بي معناها رجل مشغول، رجل عنده اشياء كتيره جدا او مهام كتيره ومشغول بيها. تعرف بقى انت تقول لي يعني ايه كلمه كوبي كات، او ايه المفروض المقصود بكلمه كوبي كات؟ لو تعرف اكتب لي في التعليقات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتعرف حد مهتم باللغه الانجليزيه يا ريت تعمل له شير للفيديو ده، ويا ريت تعرفه كمان بالقناه. وطبعا لو حبيت تتعمق اكثر في اللغه الانجليزيه هيشرفني طبعا واكيد جدا وجودك معايا في القناه ومتابعه باقي الفيديوهات. يا رب اكون ضفت لك حاجه جديده. كان معاكم مستر مشهور، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.